تعالى تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية، ما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء الفل على سماعة مونيكروفون الرايقين، معاكم مونيكا ميشيل. ودقت الساعة كام كده؟ 7:30. يبقى جه وقت نشوف صورة جديدة بحكاية حقيقية مختلفة. ركز فيها كويس علشان ما تتغفلش، لأن فجأة هتلاقي بلوت تويست قلب كل الأحداث. وحالا هنشوف ايه اللي حصل. الصورة أخدتنا لولاية ميتشيغان في أمريكا، تحديدا فان بيورن. لو دققت كويس هتشوف واحد عنده يجي 45 سنة كده، رايح كالعادة لمحطة بنزين سبيدواي علشان يشحن عربيته، وقال بالمرة يشتري تذكرة يا نصيب زي اللي كانت بتتباع في مصر زمان. المهم طلب لعبة معينة من نوع سكراتش كارد، أو اللي هو اللي بيتخربش كده عشان تشوف الرقم اللي تحتيه. بس اللي حصل إن الموظفة غلطت، اديته تذكرة تانية خالص اسمها ميجر كاش وورد. راح بصلها وقال لها ايه ده؟ دي مش اللي أنا عايزها. وردت وقالت له أنا آسفة يا فندم، للأسف مش هعرف أرجعها، دي اتسجلت على السيستم خلاص. طبعا اتضايق جدا، قعد بقى يتخانق شوية، وبعد زعيق كتير في الآخر أخدها ومشي. وبعد ما رجع البيت سابها، وتاني يوم عدى، وبعد كده في آخر اليوم قعد وريح على الكنبة بمنتهى الروقان، وقال لك أروح أجيب ورقة اليانصيب أبص عليها. بعدها راح جري قال لمراته تكشف على التذكرة دي حالا، وراحت عملت سكان عن طريق ابليكيشن اليانصيب اللي عندها على التليفون. طبعا حس كعادته انه اكيد خسر، وخصوصا مش دي التذكرة اللي هو طالبها. حب اقولك لا خالص. فجأة ظهر انه كسب $1,000,000. الراجل ما قدرش يتنفس وافتكر انه مقلب او في حاجة غلط اكيد. اهو ده اليانصيب اللي بيصيب فعلا. تفتكر بقى الحكاية كده خلصت في الزقططة والانبساط واستلم الجايزة وخلاص؟ لا، ده عمل حاجة غريبة قوي. بدل ما يروح يسحب الجايزة على طول، خاف وقال لنفسه دي تذكرة $1,000,000 ومش ضامن الدنيا تمشي ازاي، ولا ايه الإجراءات بالظبط، أنا مش عارف حاجة. راح جاب برطمان إزاز وحط التذكرة جواه وقفل عليها كويس قوي، وراح للجنينة حفر وحط جوه الحفرة البرطمان. أيوة زي ما سمعت كده. وقعد كذا يوم مش بيقول لحد، وخباها كمان عن مراته. وأول ما اتأكد إن كل الإجراءات سليمة، وراح مكتب اليانصيب وسأل على كل حاجة، جري وجاب التذكرة واستلم الجايزة، واختار ياخدها على دفعة واحدة، فاستلم $634,000 بالظبط بعد الضرايب. هو للأسف المبلغ خس شوية، لا شوية ايه، شوية كتير، بس هو مبلغ حلو برضو. المهم لما الصحفيين سألوه هو انت دفنتها فعلا، ضحك وقال هو من خوفي الصراحة أول حاجة فكرت فيها هو جاروف صغير، ونزلت بيها ودفنتها كأنها كنز. ولما سألوه هتعمل ايه بالفلوس دي، رده كان إن أول حاجة هيعملها هيسدد كل فواتيره وقسط بيته، وهيحوش الباقي علشان لما يطلع على المعاش يصرفه بمزاجه بقى. خطة حلوة برضو، بس حظه أحلى. وفي النهاية أحب أقولك إن هو رفض يقول اسمه، تقريبا برضو كان لسه خايف. قولي انت بقى، بتآمن بالحظ أو الصدفة؟ ولو ايه هي أغرب أو أحلى صدفة حصلت لك في حياتك؟ والآن خلصت حلقتنا وهنقلب صورة النهاردة، واستنوني الخميس الجاي الساعة 7:30 بالظبط مع صورة جديدة وحكاية حقيقية غريبة.
في برنامج ما تتغفلش مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش. ركز علشان ما تتغفلش.